مساء الخير عليكم أو صباح الخير أيا كان الوقت اللي انتم بتسمعوني فيه. كمال تليفون مسيو عند مسيوهية. الأول دي أولى حلقات 2024. في شوية مواضيع كده وحاجات ظهرت على السطح كان لازم نتكلم فيها. كان في كده خناقة ما بين واحد تعبان أو واحد عيان وواحد ميت، واحد في المركز ال11 تقريبا وواحد في المركز ال15. يعني لو هما بيتصارعوا على قمة الجمهورين بتوعهم، تمام، حصل ما بينهم مشاكل فيها ضرب وشبه تعذيب وتكسير للكراسي والدنيا هوبا 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 بلا بلا بلا، تمام، وحاجات آخر سفالة. يعني فريق منهم النادي المصري وفريق التاني النادي الإسماعيلي. وده يطرح سؤال بقى، الناس اللي كانت عمالة تنفخ في النار وتقول ليه الأهلي ما بيروحش الإسماعيلية؟ وبالتبعية طبعا احنا عارفين ان الأهلي ما بيلعبش في استاد في بورسعيد. ليه؟ أعتقد إن هم المفروض يكونوا عرفوا. فياريت ما تفتحوش بقكم تاني وما تتكلموش الكلام ده تاني، وكفاياكم بقى، كفاياكم اللي حصل وربنا استرها إن ما حصلش حاجة جديدة في الماتش دوت. ظهر دلوقتي في الكورة الهجس والشعوذة. الناس فقدت عقلها من أجل السبوبة. عشان السبوبة كل شيء يهون، ومفيش مشكلة صورتي قدام الناس إيه او الناس شايفاني ازاي او بتقول عليا ايه، اهم حاجه سبوبتي ماشيه. بس بصراحه المستوى تدنى قوي في الاعلام الرياضي. بقينا بنجيب ناس وبننقيهم يظهروا ويطلعوا علينا في القنوات وفي البرامج الرياضيه لمجرد ان هم احنا عارفين ان هم هيقولوا كلام غريب، فالكلام الغريب بيعمل تداول، فالتداول بيعمل ترند، والترند بيجيب فلوس. وما دام احنا بندير البرامج الرياضيه في مصر على هذا الاساس فيمكن هتيجي لقدام لازم هنفضل من اسوأ لاسوأ، هنفضل نتراجع على طول. كابتن رضا عبد العالي، كابتن رضا، انت ما فكرتش خالص ما بينك وبين نفسك وانت قاعد كده ما بينك وبين نفسك، او حتى ناس في اهل بيتك ما نصحكش او حد تناقش معاك في الموضوع دوت؟ شكلك ايه قدام الناس لما الدنيا بحالها تقول انك هجاص؟ انت كنت لعيب ولعيب مشهور، لعبت شويه في الزمالك، لا شيء منهم يذكر. لعبت شويه في الاهلي، لا شيء منهم يذكر. تاريخك مع المنتخب لا يذكر. المفروض ان انت طالع عليا وبتهل عليا هلاتك وطلعتك البهيه ديت. ليه؟ ايه مقوماتك؟ يعني ايه مقوماتك في الرياضه؟ كنت لعيب كره؟ طول ما احنا بنطلع الناس اللي بنطلعهم في البرامج الرياضيه عشان يتكلموا توكشو الرياضه، يعني بناء على ان هم فقط كانوا لاعبين كرة، طول ما احنا برضو هنستمر من أسوأ لأسوأ. امام عاشور، جمهور الزمالك الجميل، جمهور الزمالك العظيم، ايه مشكلة امام عاشور معاكم؟ انا مش فاهم. هل مشكلتكم الوحيدة معاه ان هو كان معاكم وسابكم وجه الاهلي؟ يا سيدي ياما ناس سابت الاهلي وجت الزمالك، وياما ناس سابت الزمالك وجت الاهلي. لا الاهلي ككيان عظيم هيقف على لاعب، ولا الزمالك برضو ككيان عظيم هيقف على لاعب. فلازم نحكم علينا ونعرف ان التصرفات اللي احنا بنعملها ومحاولتنا التقليل من اللعيب ونقول ان الجمهور الاخر هو اللي الناحيه التانيه منجمينه وهو عادي ومش عارف ايه، وكل الكلام ده هيأثر. كل الكلام ده في الزباله ملوش لازمه، لان انت اللي منجمه. يعني واحد زي امام عاشور لما تتكلم عليه انت اللي منجمه، انت اللي كنت معتبره احسن لاعب في مصر، كنت بتقول عليه احسن خط وسط في مصر. وبالفعل الراجل عنده امكانيات هايله، الراجل عنده امكانيات كويسه، لعيب كويس جدا واحسن من كويس. ليه دلوقتي لمجرد ان هو انتقل بقى في الصف التاني او في الناحيه التانيه عند منافسك بتقلل منه وبتسفه من اي حاجه بيعملها؟ اي لفظ، اي صوره، اي لعبه، اي شوطه، اي باصه؟ ليه يا جماعه؟ لازم نبقى حقانيين، لازم نقول على الحلو حلو، الحق احق ان يتبع، الوحش نقول عليه وحش والحلو نقول عليه حلو، سواء عندي او عندك. ايه المشكله؟ دي كوره يا جماعه، في الاول في الاخر رياضه. اوكي، في انتماء وفي حرقه في التشجيع وفي تنافس، بس لازم تكون كلها يعني تندرج تحت مسمى واحد، مسمى الشرف الرياضي، شرف التنافس الرياضي. غير كده يبقى احنا بنهزر. انا عارف ان في ناس منكم والغالبيه العظمى من مشجعين الكوره في مصر سنهم صغير، وشيء طبيعي
مداركهم ومفاهيمهم مختلفة تماما. لكن صدقوني لما تكبروا وتوصلوا لينا لسننا او كمان تعدوه، هتعرفوا ان احنا كنا بنتكلم صح. احنا بننصحكم لله، محدش فيكم هيكسبني ولا انا هكسب حد فيكم. انا بقول نصيحة لوجه الله، عاوزين تاخدوا بيها خدوا بيها، مش عايزين لا. زي ما انا بقبل نصيحة من ناس تانية، في ناس لحد دلوقتي بتنصحني، ايه المشكلة؟ عادي، الدنيا كده. ياما الواحد هيتعلم، كل ما نعيش كل ما هنتعلم في جميع نواحي الحياة، في كل المجالات وفي شتى المجالات. سياسة، تجارة، رياضة، عمل، وظيفة، بيت. لازم في الأكبر مننا واللي بمر التجارب أكتر مننا، فبالتالي خبرته أعلى مننا. آخر حاجة أتكلم فيها المنتخب. طبعا المنتخب لعب الماتش الأخراني الودي قبل ما يسافر مع تنزانيا، والحقيقة إن هي كانت تجربة. في ناس يعني منقسمة عليها في آرائهم. في ناس في الشارع الرياضي شايفة إن هي تجربة مفيدة لأن إحنا جربنا، وفي ناس شايفة إن هي تجربة سيئة وما كانش لها لزوم، وإن المنتخب قلقنا أكتر. يعني أنا شايف إن بإذن الله تعالى سواء كده ولا كده إن شاء الله نتمنى من ربنا الخير. تفاءلوا بالخير تجدوه. النقطة الإيجابية اللي أنا شايفها إن بما إنها دورة مجمعة، فكل ما طالت فترة التجمع كل ما المنتخب بتاعنا أنا واثق إنه بيعلى فنيا وبيتجانس اللعيبة مع بعض. يعني أتمنى إن فيتوريا يكون على قد المسؤولية اللي اديناها له، إنه يدرب منتخب الفراعنة في أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. حاجة أخيرة بس، معلومة جات لي عاوز أشاركها معاكم. ماتش الأهلي واتحاد جدة اللي كان في كأس العالم اللي كان في السعودية، المعلومة اللي عندي بقى اللي أنا عايز أقولها لكم. مستر كولر الحقيقة يوم عن يوم المواقف بتثبت إن الراجل دوت مدرب كبير وله باع كبير ودماغه شغالة. لعيبة الأهلي كانوا يعتبر شبه منعزلين يعني عن السوشيال ميديا في الفترة دي قبل الماتش بساعتين. كولر كان مجهز داتا لكل الحاجات دي، كل الفيديوهات وكل الحاجات اللي كانت والبوستات والحاجات ديت اللي كانت منتشرة على السوشيال ميديا. جمع اللعيبة، وراهم كل الحاجة ديت، وراهم كل الحاجة ديت. حتى الفيديو الشهير مشجع السعودي اللي كان في احدى البرامج على السوشيال ميديا مع احدى الاهلاويه، اللي قال له لو كسبتوا اتحاد جده بعطيك 10,000 ريال. طبعا مع الحاجات التانية خلى عزيمتهم تبقى في السماء. كانه كده مدرب اسود قفل على الاسود، تمام، فضل يدربهم راح فتح الباب قبل ما يخرجوا. شوف شغلكم، وده اللي احنا شفناه في الملعب، اسود الاهلي. مش هطول عليكم، انا سعيد ان انا كنت معاكم في اولى حلقات 2024، واتمنى ان شاء الله طبعا ما تكونش الاخيره، وان شاء الله السنه ديت هنعمل مجهود فيها كويس على قد ما نقدر ونبقى متواجدين معاكم في معظم الاوقات. واتمنى الخير طبعا النادي اللي انا بشجعه النادي الاهلي والجميع النوادي المصريه. اتمنى الخير لمنتخب مصر، واتمنى التتويج بكاس الامم الافريقيه. انا شايف ان الجيل ده فيه لعيبه كتير تستحق بقى ان هي تاخدها، وان شاء الله اتمنى الخير دايما في اللي جاي. ما تنساش لايك وفولو وشير. اشوفكم بخير. السلام عليكم.